السلام الله عليكم. اليوم غنعاود لكم اول قصه في هذا القناه اللي العنوان ديالها هو الصوره اللي كتبدل بلاصتها. في واحد الدار في الاخر ديال المدينه كانت ساكنه عائله عاديه، ما كانت حتى شي حاجه غريبه حتى النهار اللي شراو تصويره قديمه من سوق الفريد. تصويره كانت ديال بنت صغيره لابسه لباس قديم وكتشوف مباشره الكاميرا بعينين ما فيهم حتى تعبير. قالت الام لبنتها علقها في الصالون وقالت غير باش نزينو بالمنظر. اول ليله البنت الصغيره ديالهم ساره فاقت كتعيط: ماما علاش هادي كتدخل لبيتي؟ الام ديال ساره ضحكات وقالت: اش كتخربقي؟ الصباح لقاو التصويره ماشيه في الصالون، كانت معلقه في الكولوار قدام البيت ديال ساره. قالوا يمكن شي حد حركها بالغلط، رجعوها لبلاصتها بحال حتى شي حاجه ما وقعت. تاني ليله ساره فقط كتبكي، هي كانت حدا فراشي وكانت قريبه بزاف. الاب ديال ساره تعصب، مشى يجيب التصويره ولكن ما لقاهاش في الصالون، لقاها داخل بيت بنتو محطوطة على الأرض ومقلوبة لجهة الفراش. والصدمة هي فاش قلبوها، ما بقاتش البنت الصغيرة بوحدها في التصوير، كان معاها شكل غامض واقف وراها. والأخضر ملامح البنت اللي في الصورة ولات كتشبه لسارة. من داك النهار سارة ولات كتقول جملة وحدة قبل ما تنعس. هي قالت لي قريب غادي نكون بحالها. وفي واحد الصباح سارة مبقاتش في بيتها، غير التصويرة اللي كانت معلقة في الحيط وفيها جبنات. ملي شافت التصويرة وفيها جبنات جلسات بلاصتها شدات الدوخة. كانت وحدة هي البنت اللي كانت من الأول، والثانية هي سارة. نفس اللباس القديم، نفس النظرة الخاوية، ونفس الابتسامة الباردة. الأب حاول يحيد التصويرة من الحيط ولكن كانت ثقيلة بحالها ملصقينة بالسيمة. شدها بقوة وطاحت على الأرض وتهرز داك الزاج ديالها. خرجوا شي خوتات من داخل الكادر، ماشي من برا، من الداخل. الأم ديال سارة غمضات عينيها من كثرة الخوف، ولكن الأب جمع الشجاعة وقلب الكادر المكسور. وقع مبقاش التصوير، ولات بحال المراية، والصالون بين فيها ولكن ماشي بحال دابا. كان غارق في الظلام، تقول شي بولة شاعلة. من وسط الظلام سارة واقفة وكتدق في الكاميرا وكتعيط: بابا خرجني، راه ماشي هي اللي خاصها تبقى، خاصني انا. فجأة شي يد باردة خرجات من داخل الكادر وشدات الأب من يدو. حس بالبرد كيدخل العظام، حاول
تلفت، ولكن الأرض بدات كتسحبو لتحت. الأم غوضات وجبداتو بكل قوة، والمرايا رجعت ورقة بيضاء. سارة مبقاتش، غير صورة قديمة لبنت وحدة لابسة لباس قديم وكتشوف مباشرة للكاميرا. الأم والأب هربوا من الدار وخلاو كلشي، ولكن القصة ما سالاتش، حيت فشي مدينة أخرى في سوق الفريق شي مرة شاف نفس التصويرة معروضة للبيع. قالت واش زوينة هادي، غادي نعلقها في الصالون. والبنت الصغيرة اللي في التصويرة كانت كتبتسم هاد المرة. السيدة اللي شرات التصويرة علقاتها في الصالون ديالها. كان عندها ولد صغير سميتو أمين. أول ليلة سمعتو كيهضر بوحدو، قال علاش هي حزينة. الأم دخلت لبيتو لقاتو جالس كيشوف الحيط فين كانت التصويرة معلقة، ولكن التصويرة ما كانتش تما، كانت فوق سرير أمين. والبنت اللي فيها مبقاتش كتبتسم، كانت كتبكي، وتحتها مكتوب بخط ما كانش من قبل: خاصنا بلاصة جديدة. في داك اللحظة الضوء طفى في الدار كاملة، وسمعت الأم شي صوت جاي من الصالون. مرة خاص شي حد يبقى بلا صورة باش شي حد آخر يخرج. الضوء رجع، مشات تسري لبيت ولدها، فراش خاوي، والتصويرة رجعات بلاصتها في الصالون. ولكن هاد المرة ما كان حتى شي ولد صغير فيها، غير بنت القديمة كتبتسم حيت لقات بلاصة جديدة. وكاين إشاعة كتقول إلا شفتي تصويرة قديمة ديال بنت صغيرة كتشوفك مباشرة ما تطولش تشوفو، حيت إلا طولتي بزاف غادي تولي جزء من الإطار، نهاية دار السر. ولكن السر باقي، واخا دابا نكشف لك السر الحقيقي. السر ماشي في التصويرة، السر في النظرة. هاد التصويرة ما كانتش عادية، كانت بحال باب بين عالمين. البنت اللي فيها ماشي روح شريرة، كانت غير محبوسة. وكل مرة شي حد كيشوف فيها بزاف وكيطول النظر كيدير معها اتصال. والقانون ديالها بسيط وخطير: خاص بلاصة تبقى خاوية بس بلاصة آخرى تعمر. يعني إذا شي حد دخل الصورة شي حد خاص يخرج منها. ولكن فين هو السر الكبير؟ السر هو أن البنت الأولى اللي كانت في التصويرة هي أول ضحية من سنين طويلة، وهي اللي ولات كتقلب على بلاصة ترجع للعالم الحقيقي. وكل مرة كتبدل الشكل ديالها باش تبان ضحية جديدة، باش ميشك حتى حد. وهادشي علاش الملامح كتولي بحال الطفل اللي غادي يتبدل. التصويرة مكتختارش عشوائيا، كتختار اللي كيبغى يشوف فيها، اللي كيبان فضولي، اللي كيبان بوحدو. حيت الصورة كترد على الوحدة والخوف والأخطار. إلا عمرك حسيتي شي نهار أن شي تصويرة في داركم تبدلات بلاصتها، ممكن ما تكونش تبدلات، ممكن غير قربت لك شوية. قانون الصورة الملعونة: كاينين 5 القوانين، وأي واحد يتخرق للعنة كتبدا. أولا، ما تطولش نظرك من 13 ثانية.
إلا طولتي الصورة كتعرفو، كتحفظ ملامحك، وكتبدا تشبه ليك بشوية بشوية. ثانيا متقرباش للمرايا، حيت المرايا كتبين العالم ديالها الحقيقي. إلا تشافو في المرايا الباب كيتحل. وثالثا إلا تبدلات بلاصتها ما ترجعهاش، حيت راه ما تبدلاش صدفة، راه قربات اللي اختارت. رابعا إلا سمعتي شي همس بالليل ما خاصكش تجاوب، أي جواب هو موافقة ضمنية. خامسا اختر قانون، إلا شفتي راسك داخل الصورة ما تقول حتى واحد، حيت منين تعرفك تتكمل الطقس وبلاصتك كتولي رسمية. والسر الكبير، الصورة ما كتحتاج غير ضحك، كتحتاج بديل واعي. يعني خاص الشخص يعرف شنو واقع ويحس بالخوف باش الانتقال يكون كامل. وهادشي علاش قليل اللي كيرجع. ودابا وصلنا للنهاية.